بتبدأ أحداث الفيلم بالقاتل المحترف هاتش وهو قاعد مع كلبه قدام اتنين محققين، وشكله بيكون تعبان وعلى وشه وجسمه إصابات خطيرة، وكمان بنلاحظ إن صباعه الصغير مقطوع ولسه بينزف. وساعتها بيولع هاتش ولعته الفترة علشان تسخن، وبعدها بيطفيها وبيحرق بيها مكان إصابة معين في إيده. فبيتصدم المحققين من تصرفه، وبتطلب منه المحققة ما يتصرفش بالطريقة دي لأنه ممكن يأذي نفسه. وبيسألوا المحقق التاني انتوا مين، وتعالوا بينا أعرفكم على هاتش عشان اللي ما اتفرجش على الجزء الأول. وبنعرف هاتش كان ضابط في الجيش وتقاعد، وبعدها اشتغل مسؤول حسابات في شركة أبو مراته بيكا. وساعتها بيرجع هاتش بالأحداث وبيبدأ يعرف نفسه للمحققين. فبنشوف هاتش وهو نايم، وكالعادة بيصحى من النوم ويحضر الفطار وبيطمن على أولاده وبيروح على شغله وبيرجع ينام. وبيستمر الوضع على الحال ده كل يوم لحد ما بنيجي اليوم الخميس. فبنشوف هاتش وهو بيقتل مجموعة من المجرمين وبيضربهم بطريقة احترافية وبقوة جبارة. فبيطلع سلاحه وبيقتل أكتر من واحد فيهم، ولما بيحاول واحد فيهم يسيطر عليه بيمسك فاسه وبينزل بيه عليه يقطعه. وساعتها بتجيله رسالة من مراته بيكا تسأله انت هتتأخر على العشاء، فبيعرفها انه في الشغل لكن هيحاول يروح لها بسرعة وبيعتذر لها على تأخيره. وهنا بنشوف بيكا وهي بترد عليه في رسالة وبتبقى مترددة تقول له الكلام اللي عندها، وبعد ما بتكتب له انها محتاجة تتكلم معاه بتمسح الرسالة وبتعرفه انها هتستناه وانها بتحبه. فبيفرح هاتش برسالتها وبيأكد لها انه بيحبها جدا. هنا بنلاحظ ان بيكا مش مبسوطة وحاسة بملل في علاقتها مع هاتش. تاني يوم بتحضر بيكا الفطار لبنتها بليني وابنها برادي، وقبل ما يخرج برادي للتمرين بتطلب منه ينظف طبقه. وساعتها بيصحى هاتش وبينزل يطمن عليهم وبيعتذر لمراته عن نومه في الجراج، وبيأكد لها انه محبش يضايقها ولا يصحيها لما رجع متأخر. فبيسألها برادي عمل ايه في المباراة، وبتعرفه انه خسر وبتقترح عليه يعرف التفاصيل اكتر من ابنه لانها متأخرة على شغلها. واللي ما يعرفش بيكا بتشتغل ايه من الجزء الاول، تعال اقولك انها وكيلة عقارات في المقاطعة. وكالعادة بيتأخر هاتش على عربية القمامة وبيخرج بصندوق الزبالة يجري وراها. فبيحس ان مراته وولاده متضايقين منه، وبيوقف بيكا قبل ما تمشي بعربيتها وبيسألها في ايه. فبتقول له اجازة الصيف قربت وانت لسه ما جهزتش اي حاجة، وبيأكد لها انه بيفكر في خطة عشان يقضوا اجازة حلوة كعيلة مع بعض. فبيعرفها انه هيستناهم على العشاء عشان يقول لهم على خطته، وكمان هيجهز لهم الاكل اللي بيحبوه، لكن عنده مهمة لازم يخلصها الاول وبعدين يرجع على البيت. واول ما بتسمع بيكا ان عنده مهمة بتتعصب وبتتحرك بالعربية. فبيحس هاتش انها زعلانة منه جدا لكن خايفة تتكلم معاه علشان ما تزعلهوش. بعدها بيروح هاتش يقعد في فندق، واول ما بيدخل مجموعة من الاشخاص بيبص عليهم بتركيز. فبيروح يركب معاهم الاسانسير على انه واحد من الموظفين اللي بيشتغلوا في المكان. بعدها بيروح لرئيسه وهو متعصب وبيشرب بكمية كبيرة. فبيقول له رئيسه واضح ان يومك كان طويل جدا، وبيرد عليه وبيقول له كان طويل على عكس ما انت ما فهمتني. وبيديله بطاقات البيانات وبيبدا يحكي له المهمه تمت ازاي. فبيحكي له انه اول ما دخل الاسانسير سالهم المؤتمر كان كويس، فتعصب عليه واحد من الموجودين وقال له احنا هنا مش علشان المؤتمر. فقبل ما يمسك سلاحه خطفوا هاتش منه وابتدى يضرب عليهم نار ويسالهم عن البطاقه، وطبعا رفضوا انهم يجاوبوه عشان كده دخل معاهم في قتال جبار وعينك ما تشوف الا النور، ضرب بالرجول وبالايد واحد ورا التاني وما حدش فيهم كان قادر عليه. فلما حاول واحد فيهم يتصل بالامن خطف منه هاتش السماعه وامره يسكت، وكمل قتال وضرب في كل الموجودين لحد ما خلص عليهم وخد البطاقه. لكن لما خرج من الاسانسير اتصدم بمجموعه من المجرمين الكورسيكيون ومعاهم اسلحه جباره، وساعتها ضربوا عليه نار كلهم في وقت واحد، واضطر انه يستخبى وحدفهم بانبوبه غاز فجرهم كلهم. بعدها واجه مجموعه تانية من المجرمين البرازيليين واللي كان معاهم سيوف وسكاكين حاده جدا. فقلع حزامه وربطه على ايده مع سلك كهرباء متين وابتدى ضرب فيهم واحد ورا التاني لحد ما خلص عليهم. وبعد ما بيتأكد رئيسه من سلامة البطاقة بيشكره وبيعرفه انه المهمة كانت تستحق التعب، وبيعرفه انه بالمهمة دي يبقى سدد 800 ألف دولار من الديون اللي عليه وفاضل 30 مليون. فبيديله ملف مهمته الجديدة وبيمد هاتش ايده ياخده وهو بيتألم، وبيعرفه انه محتاج فترة يرتاح فيها لانه تعبان جدا. وهنا بيتكلم رئيسه وبيقول له انا بحاول اساعدك تسدد ديونك. وهنا بنعرف ان الديون دي سببها حرقه للفلوس الروسية اثناء تنفيذه مهمة معينة. فبيأكد له رئيسه انه دافع الفلوس مكانه علشان ينفذ له المهمات اللي محتاجها، وبيعرفه انه لو فضل ماشي بانتظام كده هيسدد الفلوس قبل نهاية الربيع. فبيترجى هاتش يديله اجازة يرتاح فيها عشان يرجع يكمل شغله بمزاج، وبيضطر رئيسه يوافق وبيتمنى له اجازة وحظ سعيد. فبيقول له هاتش وايه لازمة الحظ، وبيرد عليه رئيسه وبيقول له شغلك ده من طبيعتك والطبيعية بتفوز دايما واي مكان
هيروح وهيفضل زي ما هو. وهنا بيفتكر هاتش الجملة اللي قراها على عربية واحد من المجرمين، وهو انه قضى صيف مميز في بلومرفيل. فبيقرر انه ياخد ولاده ومراته ويسافروا يقضوا الصيف في بلومرفيل. وبالليل بيفرج ولاده ومراته على فيديوهات للمدينة وقد ايه فيها اماكن مميزة ومدينة العاب جميلة جدا وكمان منتزه مائي وقوارب البط. فبتعجب بيكا بالفكرة وبيسألوا ابنه يعني ايه قوارب البط، وبيشرح له هاتش انها عبارة عن قوارب بتمشي في المية على شكل بط. فبيفاجئهم بانه هياخد ابوه معاه، واللي ما يعرفش ابوه تعالوا عرفكم بيه. ضابط متقاعد في المباحث الفيدراليه وحاليا قاعد في دار مسنين. فبيحكي لهم ان ابوه خده هو واخوه هاري مره لبرومرفيل وليه ذكريات كتير فيها. فبيترجاهم يوافقوا على السفر وبيأكد لهم انهم هيتبسطوا جدا، وبيوافقوا كلهم وبيفرح هاتش جدا بقرارهم. بعدها بيجهزوا نفسهم وبيروحوا ياخدوا ابو هاتش من دار المسنين، واول ما بيوصلوا بيخرج لهم بلبس البحر وبينبهروا احفاده بيه. فبيطلب منه هاتش يطفي السيجاره قبل ما يركب العربيه، وبيضطر ينفذ كلامه وهو متعصب وبيطفيها في كف ايده. بعدها بيتحركوا للمدينه وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا طول الطريق، وبيبان على بيكا انها فرحانه. بيوصلوا بعدها وبياخدهم هاتش على اوضهم. فبيتصدم ابنه لما بيعرف انه هينام مع اخته في نفس الاوضه، وبيحاول هاتش يشرح له انه حجز 3 اوض، واحده ليهم وواحده لجده وواحده ليه هو وبيكا. فبيقترح ابو هاتش يروحوا يقعدوا في الكوخ القديم بتاعه، لكن بيكا بترفض وبيقرر ابو هاتش يسيب اوضته لحفيده ويروح يقعد في الكوخ بتاعه. بعدها بياخد هاتش بيكا يفرجها على اوضتها وبتعجب جدا بيها وبتشكره. وساعتها بتدخل عليهم بنتهم وبتعرفهم ان جه وقت الميه. فبيجهزوا نفسهم وبيلبسوا لبس البحر وبيخرجوا كلهم، وبيفرجهم هاتش على جمال المكان وهو فرحان. ولما بيوصلوا لبوابة الشاطئ بيتصدم لما بتمنعه الموظفة وبتعرفوا انه مقفول لاخر اليوم بسبب الاصلاحات. فبتديهم فاتورة اكل كتعويض وبتعتذر لهم. وساعتها بيتضايق ابو هاتش وبيقرر يقضي الوقت على مزاج. فبياخد هاتش مراته وولاده وبيروحوا على المطعم ياكلوا السندوتشات المجانية. واثناء ما بيطلب الاكل بيبص على مكان معين في المطعم وبيفتكر طفولته مع ابوه اخوه وبيبتسم. وفي المكان ده بيبقى قاعد مأمور المدينة هابيل وبيسأله بتبص على ايه. فبيعتذر له هاتش وبيعرفه انه افتكر ذكريات معينة، لكن هابيل بيرفض يصدقه وبيفتكره كان بيضحك عليه. فبيقرب منه وبيعرفه انه مش من الادب يبص لمأمور المدينة بالشكل ده. وبيحاول هاتش يعتذر له وبيسيبه وبيروح بالاكل لمراته وولاده. بالليل بياخدهم هاتش وبيروحوا يلعبوا في الملاهي. فبيلعب برادي لعبة التنس بمهارة وبيكسب تذاكر كتير جدا. فبيقفوا مجموعة من البنات يتفرجوا عليه وهم مبهورين، وبيعرض عليهم مجموعة من التذاكر وبيوافقوا ياخدوها. بعدها بياخد اخته وبيروحوا يلعبوا لعبة تانية. وعلى الجانب التاني بيقعد هاتش يتكلم مع بيكا ويجدد معاها ذكريات حبهم. فبيرخم شاب اسمه ماكس على برادي لان واحدة من البنات اللي خدوا التذاكر تبقى حبيبته وبيفتكروا بيعاكسها. فبيطلب منه برادي يمشي بدل ما يدخل معاه في قتال. وساعتها بيتريق ماكس واصحابه عليه وبياخد من اخته اللعبة اللي كسبتها وبيقطعها. فبيتعصب برادي وبيهجم عليه يضربه وبتحصل بينهم خناقة كبيرة. واول ما بيشوفوا هاتش بيجري عليه، وفي الوقت ده بيدخل واحد من الموظفين وبيضرب برادي. فبيعرفوا هاتش ان ابنه اتهجم عليهم في مدينتهم وده هيتسبب لهم في مشكلة كبيرة. ولما بيحاول هاتش يشرح له اللي حصل بيرفض يسمعه وبتعلى اصواتهم. فبتتعصب بيكا وبتطلب من هاتش يمشوا من غير اي مشاكل. واثناء ما بيكونوا ماشيين بيضرب الموظف بنت هاتش على راسها بالقلم. فبيتعصب هاتش وبيمشي وهو ساكت. لكن اول ما بيطلع بره المكان بيقرر يرجع ياخد حق بنته، وبيطلب من بيكا يسبقوه على العربيه لانه نسي تليفونه وهيرجع يجيبه. فبيفتح باب المكان بكل قوته وهو متعصب وبيهجم على الموظف يضربه باليد وبيكسر عليه المكان هو وكل شخص بيحاول يدافع عنه. وبيتصدم كل الموجودين من قوه هاتش. واثناء القتال بتدخل بيكا وبتنادي عليه علشان يوقف قتال. بعدها بيتقبض على هاتش وابنه وبتحاول بيكا تشرح للظابط انهم كانوا بيدافعوا عن نفسهم. على الجانب التاني بيتكلم هاتش مع ابنه وبينصحه يحاول يمسك اعصابه شويه. فبيبص له براد باستغراب وبيقول له انت اللي بتقول كده، انت نسيت اللي انت عملته في الموظف. فبيعرفه انه فخور جدا بتصرفه ومبهور من قوته، لكن هاتش بيحاول يفهمه انه غلطان وبينصحه ما يقلدهوش في الغلط ده. فبيعرفه انه امنيه حياته يبقى احسن منه في المستقبل. هنا بيقرب منه المأمور هابيل بالعصايه وبيأمره يتحرك معاه، وبيبقى برادي خايف جدا على ابوه لكن بيأمره هابيل يقعد مكانه لحد ما يرجعوا. بعدها بياخدوا هابيل على مكتبه وبيتصدم هاتش لما بيلاقي شخص قاعد على المكتب ومادد رجله في وشه. فبيسأله انت عارف انا مين؟ وبيبص له هاتش وبيقول له طالما قاعد في مكتب المأمور يبقى اكيد انت شخص مهم.
فبيعرفوا الشخص ده بنفسه وبيقول له اسمي وايت مارتن، وبقى ابو ماكس اللي ابنك ضربه، وكمان بدير المدينه دي كلها بكلمه واحده. ولما بيحاول هاتش يعتذر له بيأمره يسكت، فبيقوم من مكانه وبيقرب منه وبيقول له الله يرحمك من ايدي ان ابويا علمني ان السياح ليهم تصريح مجاني، يعني يعملوا اللي هم عايزينه. وبيعرفوا ان ابنه براد اتسبب في اصابه دراع ابنه اللي بيلعب بيه الكوره، ودي مشكله كبيره. فبيعتذر له هاتش وبيأكد له انه هيخلي براد يعتذر لابنه، وبيطلب منه يتفرج على كاميرات المراقبه عشان يتأكد ان ابنه هو اللي ابتدى المشاكل الاول. وده غير ان الموظف بتاعه ضرب بنته على راسها بالقلم. فبيبص له وايت بغيظ وبيأمر هابيل يفرج عنهم مقابل انهم يرجعوا لبلدهم بسرعه. فبياخد هاتش عيلته وبيمشوا، لكن هابيل بيقرر ما يسيبهمش في حالهم وبيطلب من المساعد بتاعه ياخد مجموعه من رجالتهم ويروح يخلصوا عليهم. فبيعرفوا المساعد ان وايت طلب منهم يسيبوهم يمشوا، وساعتها بيرد عليه هابيل وبيقول له وايت مش هيمشي كلمته عليا، وبيأمره ينفذوا بس. بعدها بيرجعوا على الفندق وبتبقى بيكا متضايقه جدا من تصرف هاتش، وبتقول له انت وعدتني تبعد عن المشاكل، وبتلومه على عدوانيه ابنه مع اللي حواليه، وبتتهمه بانه السبب فيها لانه بيقلد كل تصرفاته. فبيحاول هاتش يشرح لها اللي حصل لحد ما بتستوعب. تاني يوم بيخرجوا يكملوا فسحتهم، وبتضرب بيكا نار باحترافيه عاليه جدا. وهنا بنعرف ان ابو بيكا واخوها ظباط، وعلى الجانب التاني بيبقى ابو هاتش قاعد في الكوخ بتاعه بيستمتع بوقته. فبنرجع لهاتش وهو بيلعب مع عيلته في الالعاب، وبياخدهم بعدها عشان يركبوا قارب البط. وقبل ما يركبوا بيشوف مساعد هابيل ومعاه مجموعه من رجالته، فبيفهم وقتها انهم جايين ينتقموا منه. فبيحاول يمثل قدام بيكا وولاده ان مفيش اي مشكله لحد ما بيركبهم القارب، وبيرفض يركب معاهم بحجه انه تعبان. وبيركب القارب اللي بعديهم، وبيركبوا وراه رجاله هابيل ومعاهم راجل عجوز ومراته. فاول ما المركب بتتحرك بيهم بيسالهم هاتش عايزين ايه، فبيقول له المساعد انت ما نفذتش كلامنا وخدت عيلتك ومشيت من المدينه، وعشان كده لازم نعلمك الادب. وبيحاول هاتش يشرح لهم انه مع عيلته بيصنع ذكريات عشان يفتكروها لما يكبروا. وساعتها بيتريقوا عليه وبيبداوا يهجموا عليه واحد ورا التاني. فبيحاول هاتش يدافع عن نفسه وبيبدا يضربهم بقوه ومهاره عاليه جدا، وبيتصدموا وقتها من قوته لان المساعد قال لهم انه مجرد سايح عجوز ملوش في القتال. فبيمسكهم هاتش يضربهم وبيكسر للمساعد سنانه وبيدمر له وشه، وبيرمي واحد تاني في البحر وبيضرب التالت بالازاز على راسه. فبيتعصب المساعد وبيقوم يهجم عليه وبيقطع له صبعه بالسكينه. فبيتصدم هاتش من اللي حصل وبيختل توازنه وبيقع في البحر، وبيفتكروا انهم قضوا عليه، لكن بيتصدموا لما بيلاقوه طالع لهم مره تانيه وبيدور فيهم الضرب لحد ما بيخلص عليهم. بعدها بيروح هاتش يتصل على اخوه هاري من كابينه في الشارع، وبيحكي له على اللي حصل معاه وبيعرفه انه وقع في مشكله كبيره. فبيفهموا هاري ان مدينه بلومرفيل فيها طريق التجاره القديم اللي بيستخدم في التهريب، والمره اللي ابوهم خدهم يصيفوا فيها كان في مهمه رسميه سريه. ولما حس المأمور هابيل انه هيتسبب لهم في مشاكل قرر يخلص منه. في نفس الوقت بنشوف وايت وهو بيجهز شحنه مواد كيميائيه متهربه وكمان مبلغ كبير. فبيروح هابيل لوايت وبيتفاجئ لما بيلاقي الشحنه كبيره جدا، وبيساله انت محتاج رجاله زياده عشان المشاكل؟ فبيبص له وايت بغيظ وبيقول له لو انت ما عملتش مشاكل مش هيبقى في اي مشكله، وبيفكروا انه رئيس المدينه ولازم ينفذ كلامه بالحرف. فبيبص له هابيل بغيظ وبيعرفه انه فاكر كويس، وبيسيبه وايت وبيروح يطمن على ابنه. في الوقت ده بتدور بيكا على هاتش وبتستغرب من اختفائه، واثناء ما بيكونوا ماشيين بتلاحظ بنتها كلب شكله مخيف، فبتحذرها العامله منه وبتعرفها انه ذئب متوحش ولازم يفضل محبوس للامان، وده بيكون الكلب اللي ظهر مع هاتش في الاول. وساعتها بيتصل المساعد على هابيل وبيحكي له اللي حصل فيهم، وبيأكد له ان هاتش مش مجرد سائح واكيد جاي يدور وراه. وعلى الجانب التاني بيتصل هاتش برئيسه وبيحكي له انه واقع في مشكله كبيره، واول ما بيعرف رئيسه انه في مدينه بلومرفيل بيعرفه انها المدينه اللي بيجي منها المخدرات والسلاح والفيروسات، وتعتبر اخطر من كندا. فبيسالوا هاتش مين اللي بيتحكم فيها، وبيعرفوا رئيسه انها واحده ست فريده من نوعها اسمها ليندينا. فبيحكي له ان المدينه دي مهمه جدا لليندينا وبتعتبرها امبراطوريتها، وكمان بيعرفوا انها بتشتغل من غير حدود ولا قيود، وبتصرفه مع رجاله هابيل يبقى ضايق الروس ومش هيسكتوا غير لما يخلصوا عليه وعلى عيلته بالسلاح. فبيأكد له ان ليندينا هتذبح له عيلته كلهم واحد واحد قدام عينيه. هنا بنشوف ليندينا وهي داخله الكازينو بتاعها بتهجم على شخص عامل مشكله في المكان، وبتغرز السلاح في ايده وعينه من غير رحمه وهي بتضحك،
وبتقطع رقبة الموظف اللي واقف على الترابيزة لما بتحس انه معاه، فبتطلع من ودنه سماعة لما بتصرخ فيها بيبانوا رجالته وبتبدأ تقتلهم هي ورجالتها واحد ورا التاني. وبتخرج من الكازينو وهي بتأمر المساعد بتاعها يخلص على كل الموجودين وما يسيبش اي اثر ليهم عشان ما يبقاش في شهود. فبينفذ المساعد كلامها وبيتحول المكان لمجزرة. وساعتها بتتصل ليندينا على وايت تسأله عن الشحنة، فبيعرفها انها جاهزة وبيكلمها بطريقة وحشة، وبتقول له دي مش طريقة تكلم بيها شريكتك. فبيرد عليها وبيقول لها دي اخر شحنة وبكده ابقى سددت ديون ابويا كلها. لكن ليندينا بتعرفه ان لسه ديونه ما خلصتش وبتهدده بطريقة غير مباشرة بالقتل زي ما قتلت ابوه. وساعتها بيصمم وايت على موقفه وبيعرفها انه مش هيشتغل معاها من تاني. فبتتصل ليندينا بهابيل وبتعرفه انهم لازم يعلموا وايت الادب عشان يعرف هو بيشتغل مع مين، وبتأمره يوجعه في اكتر حاجة هو بيحبها. فطبعا مفيش حاجة هتوجعه غير ابنه، عشان كده بيقرر هابيل يخلص عليه. وعلى الجانب التاني بتستنى بيكا وولادها هاتش في الفندق، وساعتها بيروح لهم ابو هاتش وبيطمنهم عليه وبيعرفهم انه هيتأخر شوية. في الوقت ده بياخد هاتش عربيته وبيروح على مخزن وايت، وساعتها بيكون هابيل بيسلم الفلوس والشحنة وكمان ابن وايت لرجالة ليندينا علشان ينول رضاها. فبيطلب من رجالتها يوصلوا لها انه مبسوط جدا لانه بيشتغل معاها وفي خدمتها. هنا بيدخل عليهم هاتش بجيركن بنزين وبيبدأ يرميه على الفلوس، فبيتصدم هابيل وبيسأله عاوز ايه، وبيهددوا هاتش بحرق الفلوس والمواد الكيماوية لو حد فيهم قرب منه. فبيضطر هابيل يأمر رجالته يقفوا في مكانهم وبيسألوا عاوز ايه، فبيطلب منه هاتش يسيبوه هو وعيلته يقضوا اجازتهم ويرجعوا بلدهم من غير مشاكل. وبيضطر هابيل انه يوافق على كلامه. قبل ما يمشي بينزل ماكس من العربيه وبيتصدم هاتش لما بيلاقيه متكتف وبيفهم انه في خطر. وساعتها بيأمروا هابيل يمشي بسرعه قبل ما يغير رأيه ويأمر رجالته يخلصوا عليه. فبيسيبهم هاتش وبيخرج، لكن ما بيقدرش يسيب ماكس يتأذي وبيقرر يرجع لهم مره تانية عشان يعلمهم الادب. ومن شده قوته بيطلعوا رجاله هابيل يجروا من الخوف. فبنشوف هاتش وهو بيقتلهم بقوة ومن غير رحمة وبيقطع رقبة واحد فيهم بالمنشار الكهربائي، وبيجري بعدها على ماكس يفك وبياخده وبيهرب بعد ما بيفجر المكان كله بهابيل. بتعرف بعدها ليندينا باللي حصل وبتبقى في حالة صدمة لما بتعرف ان فلوسها وشحنتها اتفجروا وبقوا رماد. وساعتها بيفرجوها رجالتها على صور هاتش مع عيلته وبيأكدوا لها انه المسؤول عن اللي حصل. فبتتجنن ليندينا وساعتها بيتصل عليها هابيل وبيبان على جسمه اثار حروق كتير جدا، وبيطلب منها تبعت له فريق كبير من جنودها عشان يقدر يخلص على هاتش، وبيأكد لها انه شخص خطير جدا ومش مجرد سايح جاي يزور المدينة. فبتتعصب ليندينا عليه وبتقول له انا جايه لك بنفسي وبتقفل السكه في وشه. هنا بيروح هاتش بماكس على كوخ ابوه وبيطمن على مراته وولاده، فبيرحب برادي بوجود ماكس وسطيهم. وبيتكلم هاتش مع بيكا وبيعرض عليها تبعد عنه لانه ما قدرش ينفذ وعده ليها ويبعد عن المشاكل. لكن بيكا بترفض وبتطلب منه ينظف اللي عمله بسرعه علشان يكملوا باقي اجازتهم. فبيروح هاتش لوايت واول ما بيدخل عليه بيحاول وايت يقتله، لكن هاتش بيصد كل ضرباته وبيضربه باليد يوقعه على الارض عشان يهدى ويسمعه. فبيبدا يحكي له ان هابيل خطف ابنه وكان هيقتله وبيكمل له باقي اللي حصل. وبيشكره وايت وبيحكي له ان ليندينا واحده متوحشه ومجنونه وكمان قتلت ابوه. فبياخده على اوضه مليانه سلاح وبيعرفوا ان ابوه كان بيخطط لقتلها لكنها وصلت له الاول وخلصت عليه. وفي الوقت ده بتتحرك ليندينا مع الجيش من رجالتها لهاتش. فبنروح لهاتش وهو بيحط خطته وبيعرف وايت انهم لازم يفضوا مدينه الالعاب من كل الموجودين فيها، وبينفذ وايت كلامه بالحرف. وبعد ما بيفضوا المكان بيبداوا يزرعوا في كل شبر لعبه وقنابل والغام وسلاح وسكاكين عشان يقدروا يخلصوا على رجاله ليندينا. فبيخرج هاتش الكلب من قفصه علشان يساعدهم، والغريب ان الكلب بيسمع كلامه. وساعتها بيوصل هاري وابوه بيساعدوا هاتش ووايت في زرع السلاح والقنابل. فبيراقب ابو هاتش الطريق، واول ما بتقرب ليندينا ورجالتها بيعرفهم. ساعتها بتأمر ليندينا المساعد بتاعها ياخد مجموعه من رجالته ويروحوا يخلصوا على عيله هاتش في الكوخ. بعدها بنشوف هابيل وهو واقف قدام هاتش ووايت وبيعرض عليهم يسلموا نفسهم لليندينا قبل ما تدور مجزره. فبيقول له هاتش عايزين نشوف، وبيسيبهم هابيل وبيقف قدام عربيه ليندينا يشاور لها عشان رجالتها يهجموا. فبتأمر ليندينا رجالتها يخلصوا عليه الاول لانها قرفت من غبائه. وهنا بينزلوا رجالتها وبيغربلوه بالرصاص يخلصوا عليه. فبتبدأ الحرب بين رجالتها وبين هاتش ووايت، وبيبدأ وايت يشغل القنابل وبيجري هاتش يشغل الألعاب وبيقتل أي حد من رجالتها يظهر قدامه. فبيبقى المكان عبارة عن مجزرة، وللأسف بيتصاب وايت برصاصة في رجله لكن بيكمل قتال. وعلى الجانب التاني بيوصل مساعد ليندينا ورجالته على الكوخ، لكن قبل ما يدخلوا بيظهر لهم هاري وبسيفه الجبار والحاد جدا بيقطع لهم رقبتهم واحد ورا التاني. فبيدخل بعدها مع المساعد في قتال بالسيوف وبيقدر هالي يكسر له سيفه
كتفه ويقطع له راسه وبيفصلها عن جسمه. اما برادي بيمسك واحد من رجاله ليندينا يخنقه لحد ما بيخلص عليه، ولما بيروح له هاري وبيشوف المنظر بيفرح جدا وبيشجعه على قوته. فبنروح لهاتش وهو واقف قدام ليندينا، وساعتها بيدخل في قتال مع 2 بنات ودول بيبقوا من اقوى رجالتها، وبتقف ليندينا تتفرج عليهم، وقبل ما يخلصوا عليه بيضربهم وايد بالنار يخلص عليهم. فبتتجنن ليندينا لما بتشوف المنظر وبتحدفه بسكينه في صدره، وبتهجم على هاتش تحط السكينه على رقبته. قبل ما تقتله بتوصل بيكا وبتضربها بسهم في دراعها، فبتتعصب ليندينا وبتحدفها بسكينه، لكن بيكا بتحدفها بسهم في عينها تخلص عليها، وبتجري على هاتش علشان تطمن عليه. فبينادي ابو هاتش عليهم عشان يهربوا بسرعه قبل ما يفجر المكان. فبينط وايت وهاتش وبيكا في الميه وبينفجر المكان بليندينا ورجالتها. فبيقف هاري وولاده هاتش من الكوخ يتفرجوا على شده التفجير. بعدها بنرجع لاول مشهد وبنشوف هاتش وبيكا والكلب وهم قاعدين قدام المحققين وبيقولوا لهم احنا مجرد زوجين. وساعتها بيجي اتصال للمحقق من رئيسه وبيأمره يفرج عنهم بسرعة. فبيضطر المحقق ينفذ كلامهم وهو مش مقتنع وبيفك لهم الكلبشات. بعدها بنشوف هاتش وهو بيتفرج مع عيلته على صور الرحلة، وبيقرر يروحوا لمدينة بلومرفيل مرة تانية في الصيف اللي جاي. وبكده بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة. يا ريت ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مننا كل جديد. وما تنسوش تسيبوا لنا رأيكم تحت في الكومنتات وتقولوا لنا حابين نلخص لكم ايه في المرات اللي جاية. نشوفكم الملخص اللي جاي. سلام.